كنظن أن جميع المغاربة شافوا واحد الفيديو انتشر هاد اليومين على مواقع التواصل الاجتماعي. كاين اللي قدر انه يكمل الفيديو، كاين اللي دوز بضعة ثواني منه وما قدرش يكمله، وحتى الا شافوا كيضروا خاطرهم من هاد الحاله اللي وصلنا ليها. وهذا حال بزاف تاع الناس الابرياء اللي كيظنوا ان كاع الناس بحالهم، ونساو ان معانا وحوش. تسمعهم كيهضروا تظن انك مع شيوخ وفقهاء وعلماء دين، وهما كيتخباو ورا هاد الوجه، ولكن في الاصل هما ذئاب بشريه. قصه اليوم قصة غدا في نفس موضوع القصص الأخيرة اللي ولينا كنسمعو. مازال ما نسينا قصة لين طالب، الطفلة اللبنانية اللي تنتهك عرضها من طرف خالها. مازال ما نسينا الأطفال المغاربة اللي كل عام كنسمعو قصة واحد فيهم، من بينهم قصة الطفل عدنان. وشكون منا اللي ما شافش ولا سمع هاد القصة؟ وبزاف تاع الأطفال الآخرين اللي كيتنتهك عرضهم. نرجعو بضعة أيام للوراء، وبالضبط يوم الجمعة 11 غشت 2023. كيقولوا جوج ديال البنات أنهم كانوا مصيفين في واحد من شواطئ مدينة الجديدة، وكانت وحدة فيهم في البحر كتعوم مع ولادها. حتى بدات كتشوف مشاهد غريبة ما يمكنش عقل الإنسان طبيعي أنه يصرفهم على أنه عادي. حتى أن البنت قالت أن دوك المشاهد كانت حميمية، ما يمكنش حتى تقبلهم من امرأة مع رجلها وسط الماء، فما بالك تتقبلهم من رجل وطفل صغير ما وصلش عمره ل10 سنوات، واللي كيقول أنه ممكن يكون الأب ديالو وعادي يكون قريب منه ولده هكاك. فالبنت الشاهدة حتى هي وعارفة العلاقة بين الآباء وأبنائهم كيفاش كتكون بريئة، وداكشي اللي شفت قدامها ما كانت عنده حتى علاقة بتصرفات الآباء مع أبنائهم. واللي زاد أكد ليها أن هذاك ماشي أب الولد، أنه كانوا مع أطفال آخرين، وقرب منه واحد فيهم من غير الولد اللي كان معه دوك الوضعيات المخلة بالأدب، وصرفقوا جوج طرشات. قلت البنت مستحيل أب يضرب ولده وكبته بديك الطريقة. هنا خرجت البنت من البحر وجات عند أخت رجلها، خبراتها وهي مدهشرة من داكشي اللي شافت قدامها، على أساس أنهم يراقبوا الراجل ويتأكد من شنو شاف. ومن قدرة الله سبحانه وتعالى ما يجي يجلس الراجل والدراري اللي معاه غير قدامهم، شافوه وجبدوا التليفون يصوروا فيديو جويلة دار شي حركات أخرين، وفعلا تكا في الرملة وجبت الولد اللي هو نفسه الطفل اللي كان معاه وسط الماء، وبدا في حركاته. بداو البنات كيصوروه فيديو، وهو نفس الفيديو اللي انتشر. ما بغيتش ندرجو لأن فيه ألم كبير لأي أم وأي عائلة، فيكفي أنكم تسمعوا أطوال القصة من أنكم تشوفوا داك الفيديو اللي فعلا كيضر في الخطر. وأنا عن نفسي ما قدرش نكمله، ولو أني باغا نجمع معلومات القصة بلا ما نشر مغالطات. عموما البنت كملات تصور وهي كترعد من شنو كتشوف قدامها. مجرد صورت شوية في الفيديو وهو نفسه الفيديو اللي انتشر، واخا كتقول البنت أن ما عندها حتى علاقة بالفيديو اللي تلاح، وأن الغرض ديالها هو أنها تعطيه للبوليس فقط، وما عندها حتى منفعة من أن المغاربة كاملين يشوفوا داك الفيديو. إلا أنه انتشر بزاف، ومن الناس اللي لام البنات على أنهم يصوروا الفيديو وما يديروا حتى رد فعل، فهم داكشي اللي كان عليهم يديروه داروه بالزايد، لأنه الأكيد في الشاطئ كاينين ناس اخرين وشافوا داكشي اللي شافوا البنات وما حركوا حتى ساكن. وحتى الا بغاو كاع يتهجموا عليه غيكونوا بحال الا اتهموه باطل وهو ما دار والو. فكان احسن قرار هو انهم يصوروه ويعلموا البوليس. فعلا هادشي اللي كان. وحده من البنات بقات مراقباهم، والاخرى جرات حفيانه ومعها الفيديو عند البوليس، علمتهم بشنو شافت، وهما ما تعاونوش وجاو معها مباشره، ولقاو الراجل متكي بوحدو بحال الا ما كان والو. وفعلا تم اعتقاله وتعرف على انه رئيس الجمعيه الرياضيه ديال الكره بالدار البيضاء، وما عنده حتى علاقه بالتخييم. حتى ان الجامعة الوطنية للتخييم خرجت ببيان توضيحي وبينت أنه ما عندوش رخصة للتخييم. جمع تقريبا 23 طفل كتختلف أعمارهم، وطلب من عائلتهم مبلغ، كاين اللي كيقول 300 درهم وكاين اللي كيقول 350 درهم، يديهم 10 أيام للتخييم في مدينة الجديدة. كرا لهم دار، وكان كيستغل 4 أطفال صغار منهم في السن، فيهم 6 و7 سنوات، أما الكبار فهو كان غير كيعنفهم. وواحد من هاد الأطفال هو نفسه اللي كان معاه في الفيديو. وكيف ما قالت خالته في التصريح خرجت به أن أمه كانت على علاقة مع هاد الشخص، وحتى أن قدراتها الذهنية كانت ضعيفة، وكانت معهم في المخيم. وهنا السؤال اللي يمكن أي واحد يطرحه، واش كانت الأم عارفة بشنو كان كيطرى مع ولدها ولا لا؟ ولكن مادام أن قدراتها العقلية ضعيفة، فالملام هنا هي الخالة اللي كتعتبر الأم الثانية لابن أختها. وقالت أن الولد في مرة خبرها أن المدرب تعامله معاه ما كانش طبيعي، وشاف منه تصرفات غريبة، واللي قالتهم في تصريحات، وأي واحد سمع منها هاد الهضرة
استغرب كيفاش سمعت هاد الهضره اللي كتوصف الفعل مباشرة ولكن ما درت حتى ردة فعل، واستمرت انها تخلي ولد اختها يمشي يتدرب عنده واخا كان ما كيحملوش وكيخاف منه. قالت انها علمت مو بشنو قال ليها هاد الدري، ما درت والو. ولكن الام على هاد الوضع فالخاله هي الملامه. من بعد اعتقاله اكتشفت قضية جديدة وهي قضية الطفل وسيم. ما عرفتش واش فيت لكم سمعتوا بها، انا ما كنتش على درايه بها حتى بنت هاد القضية الجديدة. وهذا الطفل كان مشى مع هاد الشخص في رحلة كان ضمها احد العطل البينية في اواخر فصل الربيع من نفس السنة، واللي من بعد قال ان الطفل مات غارق. كل العائلات اللي ابنائهم في الجمعية عرفوا بهذه القضية وصرفوا الامر على انه قضاء وقدر، الا انه ملي علمهم بالتخيام مدة 10 ايام انه ما غاديش يدي الدراري للبحر انما غير المسابح، امنوا عليه اطفالهم واللي في عمرهم 6 سنوات. وهو صراحة كان قد المسؤولية، دار فيهم ما بغى، لولا لطف الله ودوك البنات مازال غيتعنت في تصرفاته. للصراحه خاص يتعاد النظر في القوانين، ومبغيناش نوصلوا القوانين اساسها العين بالعين والسن بالسن، ولكن على الاقل يكونوا عقوبات اللي يسمعهم يولي يفكر 2 المرات وكثر قبل ما يرتكب الفعل. لانه في نظر الجميع ان هذه الجرائم اللي فيها انتهاك عرض اطفال بالذات واستقواء عليهم وترهيب شخص بريء وصغير فهي في نظري اشد من القتل. ما عرفتش هذه الفكره صحيحه، كنقول ان الشخص اللي مات فهو غير ارتاح، اما بحال هكا وهاد القضايا فهاد الاطفال غيبقاو معذبين حياتهم كامله. يا ريت من اباء هاد الاطفال اللي ما فكروش يصيفطوا اطفالهم الصغار مع رجل ما هو باهم ما هو اخوهم لمدينه اخرى، دابا يفكروا يديو ابنائهم عند اطباء نفسانيين، لانه اكيد ان نفسياتهم غادي تكون مدمره ومحتاجه علاج. ما بغيناش جيل اخر مليء بالعقد النفسيه. اغلب الرسائل اللي ممكن نقولها قلتها في فيديوهات سابقه، غنكون غير كنكرر الهضره، ولكن راه بكثرت ما كتاديني هاد القصص غتلاحظوا ان اغلب مواضيع القصص اللي في قناتي هي على انتهاك عرض الاطفال. فعلى الله نكون السبب في ان شي ام تشوف شي فيديو وتكون الحامل الاول والاخير لاطفالها، لان الشيء اللي طرا لهاد الاطفال فهو من مسؤوليات ابائهم.